السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد عاجل من وزارة التربية والتعليم. مصدره موقع مصراوي عشان محدش يقول إن إحنا بنجيب أخبار من دماغنا أو بنألف أخبار من دماغنا. الخبر اللي إحنا بنتكلم عليه ده مصدره موقع مصراوي أو جريدة مصراوي الرسمية. تمام، هنقرا الخبر مع بعض بشكل رسمي أو من المصدر الرسمي على مسؤولية المصدر ونشوف الخبر بيقول إيه. كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم الفني آخر مستجدات استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، ومن المنتظر أن يرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني غدا الأحد، طبعا ده كلنا عارفينه، خلال مؤتمر صحفي لرئاسة الوزراء الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والإجراءات الاحترازية الوقائية لحماية الطلاب والمراقبين في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتفاصيل النهائية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2019-2020. ده طبعا كلنا عارفين إن بكرة المؤتمر وهنكون أول ناس بتغطيه إن شاء الله وبتنزل الاخبار اول باول ان شاء الله. عشان كده لو انت مهتم اشترك وفعل زر الجرس. ما علينا نكمل الخبر. واضاف مصدر بالوزاره لمصراوي، الموقع مصراوي على مسؤوليه مصراوي مش على مسؤوليتنا احنا، ان هناك 3 خيارات امام الطالب قبيل بدء امتحان الثانويه العامه يوم 7 يونيو المقبل، مؤكدا ان قرار تاجيل الامتحانات خارج حسابات الوزاره. قرار تأجيل الامتحانات خارج حسابات الوزارة، اهو تاني وتالت، قرار تأجيل الامتحانات خارج حسابات الوزارة. ده بناء على موقع مصراوي من مصادره الخاصة. ده الكلام ده على مسؤولية موقع مصراوي. ايه بقى الخيارات التلاتة؟ بيقول لك اوضح المصدر ان الخيار الاول، الخيارات التلاتة اللي المفروض الطالب يعملها لو مش عايز يخش الامتحان او لو مش عايز يمتحن. الاول خوض الامتحانات في موعدها، والثاني تأجيل الامتحانات العام المقبل والتي ستعقد الكترونيا والحصول على الدرجه الكامله. يعني ايه؟ يعني ما تخش الامتحانات السنه دي، خش السنه الجايه وهتبقى الكترونيا، هيسلموك تابلت وتمتحن بالنظام الجديد بتاع الثانويه العامه، وساعتها تبقى عادي اكنك بتمتحن لاول مره والدرجه بتاعتك ايه، هتكون كامله مش هتنزل النص. والخيار الثالث هو خوض الامتحان بتاع الدور الثاني في اغسطس المقبل بنصف الدرجه، يعني ده بدل ما الماده من 60 مثلا، لو هي من 60 تبقى من 30. اظن الكلام واضح. يبقى اول حاجه انك تخش الامتحان، تاني حاجه تاجل العام المقبل وهتمتحن الكتروني بالتابلت، تالت حاجه انك تخش دور تاني او ما تخش الامتحان ده وتخش دور تاني. او بمعنى اصح هو عايز يلخص الموضوع عليك ويقول لك انت كده اتحطيت قدام الامر الواقع، يعني روح الامتحان شئت ام ابيت، يعني راسك فوق رجليك روح. ولفت المصدر الى ان الحاله الوحيده التي يحق للطالب فيها عدم دخول الامتحان والحصول على الدرجة الكاملة في أغسطس المقبل هو تقديم عذر مقبول سواء مرضي أو أي ظرف قهري وفقا لقانون الثانوية العامة. دي احنا قلناها قبل كده في فيديو. ولو انت تحت ظل حجر، خالطت حد بفيروس كورونا، مريض لا قدر الله بالفيروس، في حجر، في أي حاجة من الحاجات دي، من حقك انك تخش دور تاني معاك الدرجة كاملة بدل ما تنزل النص. وشدد وزير التعليم على أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها بدءا من يوم 7 يونيو المقبل، وستكون هناك اختيارات مريحة للطلاب ومطمئنة لأولياء الأمور. ده كان الخبر وده كان تفاصيل الخبر اللي معانا النهاردة. لو حابب تتابع أكتر من كده يا ريت تسبسكرايب والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كمان يا ريت لايك تقديرا ودعما للمجهود. ويا ريت تقول لنا رأيك في الكومنتس أو اقتراحك في الكومنتس، أو أنت هتعمل إيه لو أنت طالب أو ولي أمر في ظل الظروف دي، لو فعلا الكلام ده أكيد والوزارة مش ناوية تاخد أي إجراء تاني غير إقامة امتحانات. تحب تقول لهم ايه او تحب توصل رسالة لوزير التربية والتعليم تقول له فيها ايه. بكرة ان شاء الله هنكون اول ناس تغطي المؤتمر، بكرة ان شاء الله هننزل القرارات اول باول، فما تنساش تتابعنا. نشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.